عارف عارف ايه اكتر حاجة بتهدي العزيمة؟ هي انك تحكي عن حاجة لسه ما عملتهاش. احنا عايشين في زمن الشو. الواحد فينا قبل ما يبدأ مشروع يروح يقول لده ويقول لده، وقبل ما يروح الجيم يصور الاسطوري، وقبل ما يذاكر يصور الكتب. بناخد نشوة النجاح من كلام الناس وتشجيعهم قبل ما نتحرك خطوة واحدة، وفي الاخر ما نعملش حاجة. النهاردة جاي اقولك اسكت، اسكت. داري على اللي بتعمله، مش بس عشان الحسد، لا عشان نفسك. عقل البشر غريب جدا. لما بتحكي اللي قدامك عن خطتك الكبيرة والناس تبدأ تقولك يا بطل، الله ينور، عاش. عقلك بيفرز هرمون السعادة، كأنك حققت الهدف فعلا. بتحس انك شبعت نجاح من غير ما تتعب. فتيجي وقت التنفيذ الحقيقي تلاقي طاقتك بخ، خلصت، شغفك مات. بلاش تحرق بنزينك في الكلام، وفر طاقتك دي عشان تطلع السلم. اللي عايز يوصل بجد بيمشي في الضلمة لحد ما يوصل للنور، والناس هي اللي هتشوفه مش هو اللي هينادي عليهم. بعيدا بقى عن انك بتحرق فكرتك، السكوت بيحميك من آراء المحبطين. لو قلت للناس انا هعمل مشروع، هتلاقي اللي يقولك يا عم السوق وقف، واللي يقولك فلان عملها وفشل. الكلام ده سم بيدخل في ودنك ويبوظ خطتك. لما تسكت لما تسكت على اللي انت بتعمله، انت بتقفل الباب في وش اي طاقة سلبية. انت والهدف بتاعك في اوضة مقفولة، مفيش غير صوت شغلك وتعبك وبس. خلي نجاحك هو اللي يعمل الزيطة، خلي النتيجة هي اللي ترد عليهم. في قوة جبارة في انك تكون شخص غامض في خطوتك. لما الناس ما تكونش عارفة انت بتخطط ليه اصلا، او بتتعلم ايه، او بتكبر ازاي، بيبقى صعب جدا كسرك او تعطيلك. انت شغال في صمت، تبني اساسيات قوية تحت الارض، والناس فجأة تلاقي برج طالع للسما. الصدمة دي في حد ذاتها نجاح. خليك زي الجبل، ثابت، هادي، ومحدش عارف ايه اللي جواه، بس الكل شايف عظمته من بره. وعد من النهاردة، اي حاجة بتبنيها، اي مصلحة بتخلصها، اي خطوة بتاخدها عشان مستقبلك، خليها بينك وبين ربنا وبين نفسك. ما تحكيش غير لما تخلص. ما تقولش انا عملت وانا هعمل وهعمل 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 وفي الاخر بخ. ما تقولش انا هعمل، قول انا عملت. الناس مش محتاجة تسمع وعودك، الناس محتاجة تشوف انجازاتك. اسكت واشتغل، وسيب النتيجة تعمل زلزال. سلام يا بطل.